واش خوتي في الدم، نتمنى تكونوا بافضل حال وبلا فاقد او مفقود. والله يشوف من حال كل مسجون ظلما ويطلق سراح. العنوان ديال الفيديو ديال اليوم وهو كيفاش عرفوا مضمون التيف. قبل ما نبداو ما تنساش تخلي معك اشتراك في القناه ولايك للفيديو، ويلا بينا نسافروا في هذا الحريق. في 11 يونيو سنة 2023 بالضبط نهار الأحد، كانت ليلة سوداء على الجماهير الودادية، الليلة اللي غادي نخسروا فيها النهائي الثالث في التاريخ ديالنا أمام العملاق النادي الأهلي المصري، اللي الوداد حد الآن كتشكل عليه عقدة في التاريخ ديالو بسبب منه جوج ديال الألقاب القارية. الأهلي غادي يتوج باللقب ال11 من عصبة الأبطال الإفريقية على حساب الوداد الرياضي اللي كان الاياب ديالو بمركب محمد الخامس في كازا. الاهلي غادي تخطف تعادل ثمين وبل انه عطاهم اللقب، ولكن بينما كانت مباراة داخل الملعب فرا كانت مباراة اخرى في المدرجات، والوينرز غادي تبدع كي ديما، ولكن هاد المرة كانت حاضره حتى اولتراس اهلاوي، اولتراس ديفلز، اولتراس ديال الاهلي المصري. كانوا قلال ودخلوا معاهم مكبرات الصوت باش يتسمع صوتهم، ولكن والو، صوت الوينرز هو اللي مسيطر. صراحه ما فهمتش كيفاش السلطات سمحت لهم انهم يدخلوا المكبرات الصوتيه للملعب. في المقابل هادشي ممنوع ديروا انت في مصر. نرجعوا للموضوع. الوينرز غادي تطلع تيفو خيالي عبارة عن الساحر في رواية سيد الخواتيم، وفي الوسط غادي يكون البطل ديال الرواية وهو حامل الخاتم، وبجانب ديالو اللوغو ديال الوداد، وفي الجهة الأخرى كاين القزم أو المسخ اللي كاين في الرواية، والجانب ديالو اللوغو ديال الأهلي المصري، وما كاينش فيه نسر في اللوغو. شخصية فلود كانت كتحمل الخاتم اللي هو عصبة الأبطال. أما الساحر غاندالف وهو الجروب ديال الوينرز اللي ديما واقف مع الفرقة ديالو في السراء والضراء. اما الرساله اللي طلعت في التيفو كتعني ان الوداد سيد الخواتيم والالقاب، واننا السيف اللي غادي يقطع اجنحه الخصم. وفي الوسط طلعت جمله فاينال كويس، وهي اشاره للفريق اللي غادي يختم بهذا النهائي اللي وضحتها الوينرز في بوست عبر الفيسبوك. في المقابل جمهور الاهلي غادي يطلع تيفو الطرودي فيه الشيطان اللي كيرمز للشعار ديال اولتراس ديفلز ديالو، اللي تحت منه واحد العباره اللي كتقول عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة، اللي كيقصدوا بها انهم باختصار غادي ياخذوا اللقب من قلب جحيم دونو. فرا من بعد ما شافوا انه بعض الحاسة عندنا في المغرب اعتبروه كونتر تيفو، ناضت اولتراس الاهلي وقالت فعلا احنا كنا عارفين المضمون ديال التيفو والقصه كانت مأخوذة من روايه فاينل كويس، ولكن طلعوا مكلخين لواحد الدرجه اللي ما تصوروش، بحيث ان الوينر شرحات مضمون التيفو وانه فاينل كويس اللي مكتوبه راه ماشي هي الروايه، وانه التيفو كان مأخوذ من رواية سيد الخواتيم واللي طلعت ميساج في الأول وحتى في التيفو. وفي الختام راه ما كاين لا كونتر تيفو ولا والو، هي فقط القصة كانت الكلاخ ديال الأهلاويين وأنهم تبعوا الهضرة ديال وحدين 24 عام ما شافوا النهائي. كان هذا هو الفيديو، تهلا.